بشكر بلدي، اسمع. وبشكر تراب بلدي اللي انا اتربيت عليها. بشكركم جميعا، بشكركم جميعا. الاستاد ألف هيتهز، شكر. الاستاد هيترد من ألف كتر شكر. الناس اللي مش عايزين يعتزلوا الكوره ألف شكر. وقتها. الف شكر. بيهتف كله في نفس واحد: بيبو بيبو بيبو. والاعلام والبالونات اطلقت الى السماء. زي ما كنت بتبطل وانت لعيب واسطورة وكنت بتقول للجمهور الف شكر، دلوقتي الجمهور هو اللي بيقول لك الف شكر على كل حاجة قدمتها للنادي الاهلي، سواء وانت لعيب او انت رئيس نادي. وانت لعيب كنت اسطورة واحسن لعيب في افريقيا، وانت رئيس نادي انت احسن رئيس نادي في تاريخ الاندية الافريقية كلها وفي تاريخ النادي الاهلي. مش هنسى خالص بعد ما كنا 7 سنين بعيد عن المنصات الأفريقية في دوري الأبطال، رجعنا وحققنا أول بطولة معاك كرئيس نادي وعالمين على حساب نادي الزمالك 2020، ودي كانت الصورة بتاعت التتويج أيامها. مش هنسى ان احنا في عهدك حققنا انجازات مش طبيعية، سواء في الفريق الاول لكرة القدم او في العاب الصالات اللي اكتسحنا فيها كل البطولات وكل الاندية، ومحدش كان عارف يقف قدامنا في ولا لعبة، وخليت كل لعبة في النادي الاهلي توصل لاعلى ليفل ممكن توصل له. كمان مش هنسى ان احنا حققنا 6 دوري مصري، 6 سوبر مصري، وحققنا 3 كاس مصر، وحققنا 2 سوبر افريقي و4 دوري ابطال افريقيا، وجبنا 3 برونزيات كاس عالم، وخدنا بطولة كاس القارات ال3. في المشهد اللي انتوا شايفينه ده كابتن محمود الخطيب كان بيقول كلام مهم جدا جدا جدا، ويا رب اللعيبة تعمل بيه الفترة الجاية، لان الفترة الجاية احنا داخلين على اصعب فترة في تاريخ النادي الاهلي لو فعلا 100% كابتن محمود الخطيب مش هيكون موجود ومش هيكمل الفترة الرئاسية بتاعته في النادي الاهلي. وليه بقول لك كده؟ لان وانا بصور الفيديو نزل قرار من اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي برفضهم التام لبيان كابتن محمود الخطيب، وان هم هيضغطوا عليه علشان يكمل فترته الرئاسيه. فسواء كابتن محمود الخطيب هيكمل ودي نسبتها قليلة جدا لا تتعدى 10%، وسواء هيمشي ودي نسبتها كبيرة جدا، فأنا حابب أقول لكابتن محمود الخطيب أنت أسطورة في الإدارة وأسطورة في اللعب، فألف شكر ليك يا كابتن إن أنت خليت النادي الأهلي في أعلى الأماكن، وبس كده.